شاب يقود سيارته بطريق سفر مسرع، والتقطته كاميرات المراقبة وأظهرت بجانبه شيئا لا يصدقه عقل. سبحان الله. ولكن قبل البدء صل على النبي، وإن كنت مسلما اشترك بالقناة واضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا المقطع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده، فمن ذلك ما رواه البخاري مرفوعا: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبا بليل وحده. وما رواه مالك في الموطئ وأحمد في المسند وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطانا، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب محل الكراهة أو النهي. كما قال أهل العلم: إذا كان السفر ليلا أو كان مظنة لحدوث مكروه، أما إذا كان السفر في طريق آمن ومسلوك فلا حرج في سفر الواحد فيه. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. جعل بعض العلماء اللفظ على ظاهره، وأن الله تعالى جعل للشيطان قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه، وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. والمعنى الأول أقرب للصواب. حدث شيئا مرعبا لشاب من الإمارات كان يقود سيارته مسرعا، ومن ثم التقطه كاميرات المراقبة على طريق السفر. ولما جاء ليتحقق من سبب مخالفته جاء بالصورة التي أخذتها الكاميرات، وتفاجأ بوجود شيطان حقيقي بجانبه. وعندما سألوه: من كان معك؟ أقسم بأنه لا أحد ولا يعرف من هذا. شاهد المقطع. مالك. يلا أنا أبوك منو ذي؟ والله ما أعرف. خاله هذا اليوم. منو طيب منو ذي؟ والله ما أعرف. سبحان الله. لهذا سخر الله لنا دعاء السفر ليحميك من الجن ومن ضره. دعاء السفر يقوله المسافر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. رواه مسلم. دعاء المقيم للمسافر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا رجع قالهن وزاد: في المال والأهل والسفر، ووداع الأهل والأقارب والأصحاب والجيران ممن يبتغون السفر. يستحب الدعاء لهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يودع أصحابه فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. سبحان الله العظيم. لا تنسى مشاركة الفيديو لتعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله.